بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين، الذي هدى الناس إلى خير ما يهتدي إليه المخلصون العاملين بكتابه وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أرحب بكم أجمل ترحيب وأحييكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الرقم 42 بعد المئة بحمده تعالى من قناة سلام الإعلامية المباركة. وأنا دوما أحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي وهبنيها بعد يعني فترة من الزمن لم نستطع في إعلامنا الذي ركبناه دهرا من العمر، لم نستطع حتى أن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعك أن نقول قال الله وقال رسول الله. ولذلك هذه نعمة أنعمها علينا، وليس بعد الإسلام نعمة أن يتماهى الإنسان مع دينه ومع ثقافته، مع إيمانه الذي يؤمن به، ولله الحمد من قبل ومن بعد. يقول الحق عز وجل في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة يسرني دوما أن أفتتح وأختتم بها حلقة اللقاء الأسبوعي معكم. لا نزال عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة عبر هذه القناة المباركة نتحدث عن ملامح عن الأدب الموريتاني، الذي يعتبر هو سيد الأدب المعاصر في أمتنا العربية والإسلامية بلا منازع. بلاد شنقيط. وبلاد شنقيط طبعا، كلمة شنقيط أنا تذكرني أم درمان في عهدها الزاهي وفي عهدها الجميل، حيث كنا طلابا بجامعة أم درمان الإسلامية، لأساتذة الكرام ولزملائي في كلية الآداب شعبة الصحافة والإعلام التي أصبحت اليوم كلية الإعلام. لهم أعز وأرق التحايا مني لكم عبر هذه القناة المباركة. دوما ونحن عائدون من قاعات الدراسة في جامعة أم درمان الإسلامية بحي الموردة، أو في الطريق اللي بين الأستاذين، أستاذ الهلال والمريخ، عائدون إلى الثورات. كنا نمر أحيانا، على الرغم من أنه داخليتنا كانت في داخلية العاشرة حيث الثورة بالنص، ولكن أحيانا لزحمة الطرق فكنا نمر بالثورة الشنقيط، حيث هناك أكثر من طريق للثورة، فكنا في الحارة العاشرة. وأنا كلما قرأت الشنقيط طوالي أتذكر عهد الصبا وعهد العنفوان في ذلك العهد الجميل. ولزملائي وإخواني وأخواتي في أم درمان الإسلامية لهم أرق وأعز التحية. إن شاء الله ربما آتي في يوم من الأيام أتحدث عن هذه الجامعة الإسلامية التي كانت عربية ولا تزال حتى اليوم. يمكن أن آتي وأتحدث ذكرياتي عن الجامعة وعلاقتي باللغة العربية، على الرغم من أنه كنت في شعبة الصحافة والإعلام، لكن كانت لي علاقة مباشرة بشعبة اللغة العربية، حيث كنت أحضر عدد من المحاضرات. وللدكتور إبراهيم له التحية والمعزة، عندي معه حكايات جميلة، ربما آتي في يوم من الأيام أتحدث عن ذلك. وقد توقفنا في الحلقة السابقة عزيزي المشاهد تحت عنوان، تحدثنا عن النثر ونشأته، وتوقفنا في نشأة الشعر الفصيح وفنونه. قبل أن آتي إلى ماذا كتب الدكتور فريد في دراسته عن الأدب الموريتاني، وللإخوة الموريتانيين سواء كانوا في الجامعة اليوم أو الذين غادروها أي جامعة الدول العربية، لهم أرق وأجمل التحايا. دعوني بما أننا سنتحدث عن الشعر، وربما الحلقة لا تسعفنا لأقدم نموذج من الشعر الموريتاني،
فعنت لي فكرة أن أقرأ شيئا من الشعر الموريتاني، وبعد ذلك ندلف إلى عفوا إلى تلك الدراسة أو جانبا من تلك الدراسة التي تحدثنا عنها فيما سبق من الحلقة الماضية. يقول أحد الشعراء، واسم الشاعر أدي ولد آدب، هكذا مكتوب، الذي يعتبر من أشهر شعراء موريتانيا. قال وهو يتحدث عن الشعر في موريتانيا وعلاقة الشناقطة بالشعر الموريتاني، استمعوا إلى هذا الكلام الجميل. يعني شنقيطو، وفي قصيدة لشاعر سوداني اسمه مليط. مليط يعني مليط دي مدينة من مدن، أعتقد هي من مدن، والله الجغرافيا بدأت تتلخبط في راسنا فما داير أقول، لكن هي مدينة مليط معروفة، فكتب عنها شاعر مجيد. فشنقيط دي ذكرتني بمليط يعني. فبيقول شنقيط مملكة الشعر الجميل ثقوا. شنقيط مملكة الشعر الجميل ثقوا، إن السلاطين دون الشعر ما خلقوا. شنقيط مملكة الشعر الجميل ثقوا، إن السلاطين دون الشعر ما خلقوا، وأننا أمراء الشعر سلطتنا على السلاطين فوق الأرض تنطبق، وأن كل كراسي الملك أجملها عرش بوسع جماهير لنا عشقوا، وأن أبهى قصور الأرض مندهش لحسن ما من بيوت الشعر نختلق، وأن ثورتنا شعر وثورتنا شعر ولسنا بذل الشعر نرتزق، وأننا نطمح الدنيا الجمال إذا شئنا ونسلبه أن نشاء ثقوا. كلام يعني في غاية الروعة والجمال. لك التحية الشاعر المجيد. دعوني كذلك قبل أن أدخل إلى شيئا من نشأة الشعر الفصيح وفنونه، أقرأ عليكم أيضا قصيدة لذات الشاعر وهو دكتور أدي ولد آدب بعنوان ملحمة طوفان الأقصى. وعبر هذه الحلقة أحيي الصامدين المجاهدين المرابطين في أرض الرباط في غزة وكل فلسطين، وهم يتصدون بصدور عارية وصدور مكشوفة غير سلاح وصدور الإيمان بالله ونصره، وإن النصر قريب إن شاء الله. لهم التحية والمعزة. فكتب الدكتور أدي ولد آدب بعنوان ملحمة طوفان الأقصى، قال فيها: توضؤوا سحرا بالنور واعتقدوا. توضؤوا سحرا بالنور واعتقدوا أن السجود صعود، فارتقوا سجدوا قد رتلوا النصر أولى الركعتين، وفي أخراهما اصطرع الإخلاص والبلد. قد رتلوا النصر أولى الركعتين، وفي أخراهما اصطرع الإخلاص والبلد، والعاديات بهم ضبحا مغيرتها صبحا، وقدحا لليل المستبين غدوا. والعاديات بهم ضبحا مغيرتها صبحا، وقدحا لليل المستبين غدوا، فما تراءى لهم بعد السلام سوى قباب أقصاهم الداني وإن بعدوا. تفاعل الغضب الغزي مذ أمد، وحينما بلغ الأقصى انتهى الأمد، ففارت النور طوفان الفدا مددا من قلب غزة، يا أقصى لك المدد.
ها فتية آمنوا بربهم وأبوا أن يستنيموا ببهو الكهف، ما رقدوا غط العدا في سبات السبت، من خور ودهر غزة لا سبت ولا أحد. غط العدا في سبات السبت، من خور ودهر غزة لا سبت ولا أحد. أتوهم شرعا في يوم سبتهم، جاسوا خلال الديار الفجر لا رصدوا. الأرض والدور شما ريح أهلهما، فلا الحدود ولا الأبواب تتصد في أرضهم، طالما القطعان قد نفشت في الحقل، في الأهل عاثت ما لهم شردوا. يا خالد بن الوليد انظر بنيك هنا في ظلمة الغسق الداجي قد اتقدوا. تأبطوا صخرة العزم التي انقدحت من صخرة المسجد الأقصى، هم الجلد قد صبحوا الشبح المنفوخ من زبد أسطورة الرعب ذابت. إنه الزبد طوفان مسجدنا الأقصى، به انجرفت هزائم الروح واستقوى به الجسد. يا سلام، لله درك الدكتور. أدي ولد آدب، مقطع من قصيدة ملحمة، ملحمة طوفان الأقصى. شكرا لك. الآن بهذا المفتتح دعونا ندخل على المبحث الثاني من الدراسة التي أعدها الدكتور فريد. وخلوني أقرأ اسمه، نرجع ورا شوية، لأنه هو جزء من الأمانة العلمية أن نقول اسم صاحب الدراسة، اسمه الكامل الدكتور فريد عضشو. دراسة مطولة، وهو كاتب وناقد مغربي، أضواء على الأدب الموريتاني. لك الشكر دكتور على هذه الدراسة القيمة. الآن ندخل إلى المبحث الثاني، وهو يتحدث عن نشأة الشعر الفصيح وفنونه. ولا زلتم مشاهدي الكرام مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية. يقول الشاعر والروائي والناقد الموريتاني المعاصر أحمد ولد عبد القادر في مقابلة أجريت معه ونشرت في صحيفة الشعب منذ سنوات بعنوان مسيرة الشعر الموريتاني إلى أين. يقول عن تلك الدراسة الدكتور نقلا عن المتحدث والكاتب والشاعر والناقد الروائي الموريتاني، قال إن نشأة الشعر الموريتاني لا زالت يكتنفها الغموض، ولا يزال السؤال مطروحا متى ظهر في موريتانيا الشعر العربي الفصيح. وإن أغلب الدارسين قد ردوا هذه النشأة إلى أواخر القرن 11 الهجري كما نوهنا قبل إذن، وبدايات القرن 12 الهجري مع عبد الله ابن رازكة وجيله. فهذه النشأة إذن غير واضحة، وتطرح نفسها في الساحة النقدية الموريتانية باعتبارها إشكالية عويصة أثير حولها نقاش حاد في القديم كما في الحديث. وفيما يلي نعرض بعض الآراء التي تصب في هذا المجال. لقد كتب الأستاذ عبد الله حسن ابن حميدة دراسة رائدة في هذا الاتجاه أسماها نشأة الشعر الفصيح في بلاد شنقيط، وأكد فيها أن هذه النشأة تعود إلى القرن الخامس الهجري، أي إلى العصر المرابطي، ومن أوائل الشعراء الذين يأتي بهم الإمام الحضرمي. وقد سجل الباحث أن شعر النشأة في مجمله كان ذا صبغة دينية تعليمية، وأن أكثر الشعراء كانوا فقهاء أو علماء. ويرى عدد من الباحثين أن أدب عصر المرابطين قد غلب عليه التيار الفقهي،
الذي كان حائلا دون انتشار الشعر وازدهاره في عدد من المناطق الصحراوية. كيف لا أدري. يقول الدكتور جمال أحمد بن الحسن في دراسته الموسومة بالشعر الشنقيطي في القرن الثالث عشر الهجري: ورغم ظهور الشعر المقبول عند الفقهاء في جميع مناطق بلاد الشنقيط تقريبا، فإن هذا الحاجز الفقهي قد حال دون ازدهاره في مراكز متعددة كانت مؤهلة للإسهام فيها بحظ وفير. وفي هذه الحالة وهذه حالة مدينة ولاته على سبيل المثال، وقد ظهر فيها شعر التوسل والمدائح منذ القرن الحادي عشر حتى القرن السابع عشر، عفوا منذ القرن الحادي عشر هجري، يعني السابع عشر الميلادي على أدنى تقرير. لكن الدكتور محمد المختار ولد أباه في كتابه الشعر والشعراء في موريتانيا يقول إن الشعر الموريتاني الفصيح قد ظهر بحق مع سيدي عبد الله ابن رازكا وفي الاتجاه نفسه. يقول الأستاذ أحمد سالم ولد محمد في دراسته التي عنوانها شعر محمد حامد ابن الله، جمع وتحقيق وتقديم: فما قبل ابن رازكا ومحمد اليدالي والمصطفى ابن محمد وأضرابهم في تاريخ الشعر الموريتاني غامض. وتدل معلوماتنا القليلة على أن تلك المرحلة على قلة الإنتاج الشعري والافتقار إلى ثراء المضمون وإحكام الصياغة، فهذا الرأي هو السائد والأكثر ذيوعا داخل موريتانيا وخارجها، إذ يحدد البداية الفعلية للشعر الفصيح في موريتانيا في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري، وكذلك مطلع القرن الثاني عشر الهجري، وهو لا ينفي وجود شعر قبل هذه الفترة نفيا تاما، بل يرى أنه موجود ولكنه ضئيل وفقير ويغلب عليه النفس الفقهي والتعليمي. ويقسم الناقد الموريتاني المعاصر محمد ولد عبد الحي في كتابه القيم التجديد في الآداب أو في الأدب العربي بموريتانيا في العصر الحديث، يعني يقسم مسيرة الشعر الموريتاني الفصيح إلى مراحل مترابطة. يقول إن الشعر الموريتاني قديمه وحديثه مر بعدة مراحل: مرحلة بدأت منذ القرن الحادي عشر إلى أواسط القرن الرابع عشر أو نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، ومرحلة بدأت منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى أواخر الخمسينيات تقريبا، ومرحلة بدأت مع بداية الاستقلال وحتى اليوم. فهذا الرأي شبيه بالرأي السابق من حيث تحديث نشأة الشعر الفصيح في موريتانيا في القرن الحادي عشر الميلادي. ويرجع الأستاذ يحيى ولد محمدا نشأة الشعر الفصيح بموريتانيا إلى وقت مبكر. يقول: وأرى أن الشعر الموريتاني باللغة العربية موغل في القدم، ويمكن افتراض قدومه مع الفاتحين العرب المسلمين الأوائل في القرن الأول والثاني للهجرة. وإذا كانت المصادر الشعرية تعوزنا إلى الآن، فإن الشعر والعرب صنوان لا يفترقان. ويقول أيضا: ولكن كثيرا من دارسينا يطيب لهم أن يرجعوا أوائل نشأة الشعر الموريتاني إلى القرون الأخيرة التي هي في الواقع عصور ازدهار لا عصور نشأته. فالذين يرون نشأة الشعر الموريتاني راجعة إلى القرن العاشر فما بعده مع الذيب الكبير وبوفين وابن ركازة، ينسون أو يتناسون أن البلاد في عصر المرابطين القرن الخامس والقرن السادس الهجري كان بها علماء ونظامون وشعراء، سواء كان ذلك في أوزكي أو بمراكش أو أغمات أوركيا. أنا شخصيا أميل إلى هذا الرأي الذي يقول إنه موغل في القدم، ويمكن افتراضه مع قدوم الفاتحين العرب المسلمين في أوائل
القرنين الأول والثاني للهجرة. أطمئن إلى هذا الرأي. ويندرج، نقرأ من الدراسة، ويندرج أغلب النتاج الشعري الموريتاني الفصيح في المحاور الرئيسية التالية: الشعر الديني، وهو من أبرز موضوعاته، وفيه التوسل والتضرع والمديح النبوي والزهد والتصوف والاستسقاء والاستشفاء والتظلم. ثانيا، الشعر التعليمي، ومن موضوعاته البارزة نذكر الوعظ والإرشاد والإفتاء والنوازل، التاريخ لوفيات الأعيان والكوارث، الألغاز والأحاجي، السيرة النبوية، الأدب والبلاغة، بما في ذلك طبعا يعني قواعد النحو، يعني وإن كانت تندرج هي في علم البلاغة يعني. فكثير من شعراء الموريتانيين نظموا قصائد طوال في البلاغة وفي النحو والصرف، وكذلك حتى في علم العروض يعني. ثالثا، الشعر الاجتماعي، وتنضوي تحت لواء هذا المحور عدة فنون أبرزها المدح، الهجاء، النقائض، الغزل، الإخوانيات، الرثاء، الوصف، الفخر، العتاب والشكوى، الحنين إلى الأوطان، الفكاهة والمجون، الحكمة، المساجلات الشعرية، الأمثال والتغاريض والإطراءات. رابعا، الشعر الاصطلاحي السياسي، ويراد به ذلك الشعر الذي يدعو إلى الإصلاح الاجتماعي والسياسي معا، ويحارب الفساد والظلم الاجتماعي، ويدعو إلى الجهاد في سبيل الله وتنصيب الإمام العام للمسلمين وإقامة الدولة الإسلامية المركزية، ويقف في وجه العادات المخالفة لكمال التوحيد والتقاليد التي تخالف السنة النبوية الشريفة، ويدعو إلى نبذ ظاهرة التميم والسدل وغلق باب الاجتهاد والركون إلى التقليد. ومن الشعراء الموريتانيين الذين نظموا في هذا الاتجاه نجد الشيخ محمد المامي ابن البخاري، الذي دعا إلى الجهاد وتنصيب الإمام العام للقضاء على حالات الفوضى والاضطراب والفساد. وأيضا العلامة ماء العينين ابن العتيق، الذي حث على مجاهدة المستعمرين وعدم بيع الدين بالدنيا الفانية. ومنهم كذلك المرحوم أجدود ابن أكتوشن العلوي، الذي دعا إلى المقاطعة الاقتصادية للغرب عامة ولفرنسا خاصة. ويرتبط بهذا النوع الشعري الشعر الوطني الداعي إلى الاستقلال السياسي عن الإدارة الفرنسية. وكذلك الشعر القومي الذي يأدب إلى الوحدة العربية. وهناك محاور أخرى قليلة الأهمية مثل شعر الأتاي أي الشاي الأخضر، وشعر الدخان وغير ذلك من الشعر. في الفصل الرابع من الدراسة عزيزي المشاهد وعزيزة المشاهدة، وتحت عنوان التصنيف الداخلي للشعر الموريتاني الفصيح، يقول الدكتور فريد: إذا كان الشعر الموريتاني الفصيح ما زال يعاني أشد المعاناة من عدم جمعه وتدوينه ونشره ودراسته والتاريخ لنشأته وتحديد أوجه تطوره ومكانته في الأدب العربي عامة والأدب المغاربي خاصة، فإنه ما يزال كذلك يعاني من إشكالية، أي إشكالية تصنيفه الداخلي، أو على الأصح تصنيف القلة القليلة المتاحة منه رغم تعدد المحاولات في الدراسات والأبحاث الأكاديمية وغير الأكاديمية المنجزة حتى الآن، والتي غالبا ما تتعجل في إصدار أحكامها النقدية في الوقت الذي لم تكتمل فيه بعد أوراق القضية المطروحة للنطق بالحكم النهائي فيها. يواصل فيقول: فبالرغم من صعوبة هذا التصنيف، فقد ظهرت مجموعة من الجهود والمحاولات الرامية إلى تصنيف الشعر الموريتاني الفصيح
تصنيفا داخليا علميا يقترب من الحقيقة والموضوعية. وتجاوزت هذه الحدود 15 محاولة ما بين يعني منظرة أو ناقدة، مؤيدة أو معارضة، وقد أورد أحمد ولد حبيب الله منها 7 محاولات تصنيفية فقط. وسنكتفي في هذا المقام بالحديث عن 3 من تلك المحاولات والتي نراها أكثر أهمية ورواجا كما يقول الدكتور فريد. الصنف الأول أو المحاولة الأولى تصنيف ولد أباه. لقد درس الدكتور محمد المختار ولد أباه الشعر الموريتاني خلال الفترة الممتدة ما بين 1650 إلى عام 1900، وقدم دراسته هذه باللغة الفرنسية لنيل الدكتوراه. نوقشت في باريس عام 1969، وكانت بعنوان مدخل لدراسة الشعر الموريتاني من العام المذكور 1650 إلى 1900. وقد عربها وقدم لها محمد عبد الرحمن ولد آب في بحثه للمتريز الإجازة العالية لدى تخرجه في كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة نواكشوط عام 1986. يقول أحمد ولد حبيب الله عن دراسة ولد أباه والحق أنها دراسة رائدة في مجالها وخطوة جريئة في ميدان النقد الموريتاني المعاصر. وقد جعل ولد أباه هذه الدراسة مقدمة لكتابه القيم الشعر والشعراء في موريتانيا الذي صدر في تونس عام 1987 عن الشركة التونسية للتوزيع والنشر. صنف ولد أباه شعراء الفترة المعنية بالدراسة إلى 3 اتجاهات أو مدارس كبيرة طبعا، معتمدا معيار العصر الأدبي. وعلى هذا النحو أي على النحو التالي: الاتجاه الأول ومثل له بعبد الله ابن رازكة وهو ومحمد سعيد الديالي والذيب الكبير والمصطفى ابن أحمد محمد المعروف باسم بوفمين المجلسي. وقد أنشأ هؤلاء مدرسة خاصة سماها ولد أباه مدرسة البلاغة والبديع، لأن أعلامها كانوا شديد الاحتفاظ بالصنعة البديعية. ذلك الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني وقد سماها مدرسة أنصار القديم، لأن شعراءها كانوا مولعين بتقليد الشعر الجاهلي مبنى ومعنى. ومن ممثلي هذا الاتجاه نجد محمد ابن الطلبة اليعقوبي ومحمد ابن حنبل وغيرهما من شعراء القرن الثالث عشر الهجري الذين يسيرون في هذا المتجه. أما الاتجاه الثالث أو المستقلون، وقد حاول أصحاب هذا الاتجاه خلق فن شعري موريتاني أثيل بعيدا عن تقليد النموذج الجاهلي وخدمة البلاغة والبديع. وقسم ولد أباه هذا الاتجاه إلى 3 مجموعات، هي مجموعة سيدي محمد ابن الشيخ سيدي، ومجموعة حرمة ابن عبد الجليل، ومجموعة محمد ابن أحمد يورا. تصنيف ولد عبد القادر: صنف أحمد ولد عبد القادر الشعر الموريتاني الفصيح إلى 4 مدارس على النحو التالي: المدرسة الجاهلية، ولعل أبرز من يمثلها محمد ابن الطلبة الذي كان ينظم الأشعار على منوال الشعر الجاهلي. المدرسة البوصيرية، ومثل لها بالمدائح النبوية والصوفية في ديوان سيدي محمد ابن الشيخ سيدي ومحمد ابن محمد. وهناك المدرسة القاموسية، ومثل لها بمحمد الناهنة ابن المعلى ومحمد السالم ابن الشين وآخرين.
وأخيرا المدرسة الشعبية، ويعد محمد بن أحمد يورا رائدها، وهو فضلا عن خوضه في الشعر العامي أي الحساني يكتب الشعر الفصيح وفي أغراض شتى. وقد عقب دكتور أحمد سالم ولد محمد على تصنيف ولد دباه وولد عبد القادر قائلا: ومن الواضح أن هذين التصنيفين يفتقران إلى ضبط الأسس وانسجامهما ووضوحهما، ويغلب عليهما التعميم الذي يتغاضى عن التنوع في شعر الشاعر الواحد، بل التباين أحيانا الذي يترتب عليه أن شعر الشاعر الواحد يكشف عن تجاوب مع فترات وشعراء من عصور متعددة. ويتحدث بعد ذلك عن تصنيف ابن أكاه وعن تصنيفات كثيرة جدا أنا سأتجاوزها، ونقدم ماذا قال في ختام ملخصي في ذلك الفصل. يعني يقول: لقد تعرضت التصنيفات المذكورة إلى النقد من قبل بعض الدارسين الذين رأوا أن الشعر الموريتاني لا يمكن أن يصنف إلى اتجاهات أو مدارس أدبية مستقلة بعضها عن بعض، وخاصة التصنيفين الأولين. وذهب إلى أن تصنيف الشعر الموريتاني إلى مدارس زمنية أو أدبية خاطئ، ورغم المقابل ورغم بالمقابل أن هذا الشعر إنما هو مدرسة واحدة أو عصر واحد مختلط، ولا يمكن أن يوزع إلى عصور لكل منها ملامح خاصة، ذلك بأن الشعر الواحد يخلط في إبداعه بين مختلف تلك الملامح. وهذا الرأي كما تستمع عزيزي المشاهد لا يبعد كثيرا عن رأي جمال أحمد بن الحسن المتقدم. وفي ختام هذا الفصل يمكن القول إن أقرب الآراء المعروضة إلى الصواب وأكثرها علمية هو رأي الدكتور جمال ولد حسن. وفي هذا الصدد يقول أحمد ولد حبيب الله عقب عرضه لعدد من التصنيفات الداخلية للشعر الموريتاني: وإذا كان لنا أن نميل مع أحد هذه التصانيف والآراء الآنفة، فإن الأقرب إلى الذوق النقدي هو ما ذهب إليه الدكتور جمال ودعمه ابن محمد سالم. ودوما الشعر يرتبط بالنقد أو الأدب بشكل عام. في فصل من فصول تلك الدراسة المطولة يتحدث الكاتب فريد الدكتور عن النقد الأدبي الموريتاني. يقول فيها: لقد حاول الباحث أن يقدم لنا في هذا الفصل صورة بانورامية عن النشاط النقدي الأدبي بموريتانيا قديما وحديثا، ذلك من خلال الوقوف عند زخم من الشواهد والأدلة، إن على مستوى التنظير أو التطبيق. من الأسئلة التي تطرح نفسها في هذا الإطار بالذات ما يلي: هل هناك نقد اسمه النقد الموريتاني؟ وإذا كان موجودا فما طبيعة ذلك النقد؟ يقول مجيبا على هذا التساؤل: لقد ظهرت في السنوات الأخيرة مقالات عدة حاولت الإجابة عن السؤال المطروح. هذه المقالات احتضنتها أساسا الصحف الموريتانية، تحديدا الشعب خاصة، وبعض الصحف والمجلات العربية، كما خصصت الدراسات والأبحاث المنجزة حول أدب موريتانيا حيزا بالحديث عن الحركة النقدية الأدبية الموريتانية. وممن حاول الإجابة على السؤال السالف طرحه الأستاذ أحمد ولد حبيب الله، الذي يقول: الإجابة على السؤال صعبة أو مستحيلة، لأن النقد الموريتاني كالأدب لا يزال مجهولا، لم تتوجه إليه الدراسات تدوينا وجمعا ودراسة وتصنيفا ونشرا. والنظارات النقدية الساذجة التي كانت تمارس ممارسة عفوية
ضاعت ولم يبقى منها إلا ما خلده الشعراء أو جاء عرضا وليس مقصودا لذاته في المتاح من الكتب الموريتانية التي جمعت دفتاها أجزاء قليلة من الشعر الموريتاني كالوسيط وفتح الشكور، على أنه أي تلك النظرات تتفاوت في مستواها التأثيري الانطباعي الذي تحكم به بالقبح أو الحسن أو الجودة غالبا، والرداءة أحيانا على العمل الذي ترك ذلك الانطباع. وتأتي هذه النظرات في منظومة أو قصيدة أو كلمة، أي كلمة إطراء، سواء كان فاحشا أو مجاملا، قد يكتفي بهز الرؤوس رقصا أو التمايل، طربا أو إعجابا، أو الأنين أو التأويل أو التأوه، وإطلاق كلمة أسك بمعنى أتعجب أو أح، أو القول للشاعر وهو ينشد شعره: أباد الله خيام عدوك ما أحسن ما تقول. هذه دعوة جميلة يعني، أباد الله خيام عدوك ما أحسن ما تقول. ما أعرف هل نقول خيام ولا أباد الله جوالات عدوك، لذا يعني تماهيا ليس لدينا خيام، لكن الجوالات دي مع كل إنسان موجود يعني. فيمكن أن تقول لمن أحسن أباد الله أو ضيع الله جوالات عدوك ما أحسن ما تقول، أو القسم بالسرة، سرة النفس أو الأدب أو أعز الناس، أو سرته عن سرة الشاعر، أو القسم بالإيمان المغلظة بأن هذا الشاعر أعجوبة دهره ووحيد زمانه وأوانه. لم يجد الزمان بمثله، أي لم يجد الزمان بمثله، ولم يتقدم مثله عليه ولن يأتي بعده. هذه الألفاظ تطلق جزافا دون تعليل أو تحليل. يقول الكاتب الدكتور: لقد تعمدنا إدراج هذا النص هنا بالرغم من طوله الواضح، ذلك بالنظر إلى ما يتضمنه من معلومات قيمة فيما يرتبط بالحركة النقدية التي شهدها الأدب الموريتاني القديم خاصة. ويمكننا أن نستنتج من هذا النص جملة من الأمور، وهي على النحو التالي فيما يتعلق بالنقد الأدب في موريتانيا أو النقد الموريتاني. يقول الكاتب: إن أكثر النقد الموريتاني القديم قد ضاع أو ما يزال قابعا في الكتب المخطوطة، ينتظر من ينفض عنه الغبار ويحققه ويخرجه للناس. إن النقد الموريتاني القديم نقد ساذج وضئيل، ويغلب عليه الطابع الذوقي التأثيري الانطباعي، وهذا الأمر نجده كذلك في النقد الموريتاني الحديث والمعاصر. يقول أحمد ولد حبيب الله: والواقع إن هذه الوضعية تكاد تكون موجودة حتى في أيامنا هذه، فما زالت الحركة النقدية الموريتانية تكاد تعتمد على المفهوم الانطباعي التأثيري الذي يجعل النقد الموريتاني وإلى الآن يرنو إلى العمل الأدبي من وجهة نظر ذاتية تابعة لميوله الفكري وهواه، بغض النظر عن القيمة الفنية الحقيقية لهذا العمل في حد ذاته. ويقول الباحث نفسه في تفسير ذلك: والظاهر أن هذا يعتبر من نظرة الموريتانيين إلى الحياة والأشياء تلك النظرة المفتقرة إلى الموضوعية والجرأة. وإذا تتبعنا ما هو متاح من النقد الموريتاني الانطباعي بقطع النظر عن قيمته الفنية، فإننا واجدون نقدا شكليا لغويا ونحويا، وهو الأكثر، وهو يبرز الحرص الشديد على اللغة وسلامتها والعروض وعافيتها، ونقدا مضمونيا دينيا خلقيا يحارب الهجاء والخروج عن الأعراف الراسخة، ويتورع من الغزل المادي المكشوف خاصة، ونقدا فنيا يدعو إلى عدم التقليد ويطالب بالتجديد والابتكار دون أن يطرح بديلا لما دعا إلى نبذه. ونلفي فيه كذلك نجد يعني بعض الموازنات
المفاضلات والشروح والهوامش اللغوية والأنظام الشعرية. إن النقد الموريتاني عزيز المشاهد القديم خاصة يفتقر إلى التسويغ والتعليل، بحيث كان الناقد يكتفي بإصدار أحكام عامة تابعة لميوله وذوقه وموقفه الذاتي من النص الأدبي المنقود، يعني الذي جرى عليه النقد، دون أن يرفق حكمه النقدي بما يعلله أو يعضده من حجج وشواهد. وهذه الحالة تذكرنا بالنقد العربي في بواكيره. إن النقد الموريتاني القديم مارسه الشعراء والعلماء واللغويون، وقد ضم كتاب الوسيط نماذج منه. إن النقد الموريتاني القديم كان ينصب في الغالب الأعم على الشعر، لأنه يعد الجنس الأدبي الأثير لدى الشناقطة والفن الأكثر استهلاكا وسيرورة في البيئة الموريتانية منذ القدم. ويمكن أن نقسم البقية المتاحة من النقد الموريتاني القديم إلى قسمين اثنين كما يلي. أولا، النقد التطبيقي، وهو الأكثر، وكان يعني أساسا بجانب الشكل، إذ إنه كان ينظر في المحل الأول في لغة النص وعروضه. ومن الكتابات التي تمثل هذا النقد المربي على صلاة ربي، شعرا ونثرا للشيخ محمد سعيد اليدالي. لعل من أشهر قصائد اليدالي قصيدته المادحة الموسومة بصلاة ربي، وهي قصيدة فريدة أو تكاد كما يراها أحمد ولد حبيب الله. والشيء الآخر يعني مما ذهب إليه ويقدم نموذج يعني لصاحب الوسيط عبارات نقدية يصنف بها أحيانا بعض مختاراته الشعرية، كقوله في حق الشاعر سيدي محمد بن الشيخ سيدي من دقيق شعره قوله البسيط التام: رفقا بنا يا ذوات الأعين النجل، ينال بالرفق ما بالعنف لم ينل، نحن العبيد الأولى أنتن سادتهم، فأرعين فينا وصاة الله بالخول، وأحذرن مما نهى عنه المهيمن من تكليفنا غير مستطاع من العمل. ثانيا، النقد التنظيري، ده كان الانطباعي. هذا النقد التنظيري، خلوني أتأكد من النقد الأول اسمه حتى لا نحرف الكلمة عن مواضعه. النوع الأول كان نعم النقد الأول كان النقد التطبيقي. ثانيا، النقد التنظيري. يهتم هذا النقد في المقام الأول كما يقول ولدباه، يهتم بالجودة الفنية أو بمحاولة وضع القيم الأساسية للنهوض بالشعر من مستوى التكرار والتقليد إلى مستوى البراعة والإبداع. وهكذا فقد حاول أصحاب هذا القسم البحث عن إيداع وإبداع شعري جديد ينأى عن الاضطرار، واجتهدوا في تحديد ماهية الشعر وشروط إجادته وما إلى ذلك. ومن المؤلفات التي تمثل هذا الضرب من النقد عمدة الأديب في صناعة القريض والنسيب للعلامة أديجيه ابن عبد الله الكمليلي، وقد نظم رجز قوامها 211 بيتا حاول فيه صاحبه تعريف الشعر وذكر محاسنه ومعايبه وكذلك ضرائره. وفيما يلي ذكر لبعض النماذج النقدية التي تندرج في هذا الإطار، منها: والشعر للتطريب أو وضعه، فلغير ذلك قبلنا لم يوضع، واليوم صار مكدا ووسيلة قد كان مقصدها أن تفى لم تشرع. ومنه قوله: ألا أيها الشعرور لا تك ناطقا
يني عن فهمه المتناوش، ولا تطل أشعار في غيره طائل، فشر القريد الطائل المتفاحش، ولا خير في شعر يعزوه فهمه إذا هو لم توضع عليه الهوامش. وقال آخر: وما الشعر عند العرب إلا قريحة تقود أبيات المعاني، وتقصر تصاغ تصاغ كسوق الدر، أحكم صنعه تحلى به الأسماع، أو هي أنظر إذا قرعت سمع البليغ تشوقه، وتغري به البث الذي كان يضمر، وإن رامها قد من جاء متشاعرا ليقتادها تأبى عليه وتعسر. كلام جميل يعني. و يعني قدم نماذج عدة لذلك الشكل، عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة. تقريبا هذا ملخص لما. وطبعا الدكتور فريد يعني نشر كل المراجع والمصادر التي قدم فيها يعني هذه الدراسة الوافية. أنا باسم هذا كل المشاهدين أشكر الدكتور فريد أمضشو أم عطشو، الاسم شوية صعب يعني، أم عضشو. قدم دراسة مطولة تحت عنوان أضواء على الأدب الموريتاني. والدكتور فريد كاتب وناقد مغربي. حقيقة أنا وقفت على برضو أسلوب جميل للكتابة، وأسلوب جديد بالنسبة لنا نحن المشارقة. المغاربة ديل موغلين في وتأثرا بالأدب العربي الفصيح الموغل، يعني عدة كلمات هي جديدة كانت بالنسبة لي حقيقة يعني. عموما عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أعتقد فيما تبقى لنا من وقت، إذا أنا سأسجل بعض الأشعار التي تحدثت عن هذا الصمود الفلسطيني، لنقدم نماذج من شعر الإخوة الشناقطة. تفاعل الشاعر الموريتاني المرابط ولد الدياه مع عملية طوفان الأقصى، فقال: جرت كتائب عز الدين في الطين في أعز تشرين إخوان الشياطين، وحطمت جبروت الظلم وانتزعت في غفلة الدهر أوهام الأساطين، قتلا وأسرا إذا بالموت صبحهم، ومرغت منهم الأجسام في الطين. الغردغ اليوم يأبى أن يخيبهم من خلفه، فتواروا خلف يقطين، كأن عهد صلاح الدين عاد، وقد أضحت فلسطين حطين بحطين. إن الزمان الذي قد كان يمنعني، قالت فلسطين أضحى اليوم يعطيني. قد وطنوا بفلسطين نفوسهم، واستوطنوا بعد تهجير وتوطين. فالويل للظالمين الغاشمين إذن، والعز والنصر للشعب الفلسطيني. كلام جميل يا أخي. نختتم بهذه الأبيات لشاعر موريتاني يقول: ذي فلسطين بالبكاء تنادي لبنيها وبالشجا والشجون، يا ملوك العرب الكرام الحقوني، قد جدوا في الأمر كي تنقذوني. إنني أمكم أترضون لي ما أنا فيه من امتهان وهون. وقال آخر أحمد ولد عبد القادر: في الجماهير تكمن المعجزات، وفي الظلم تولد الحريات. ومن العسف في فلسطين قامت ثورة الفتح يفتديها الأبات، مكثت في النفوس 20 عاما تتعاطى لهيبها الكلمات، ثم صارت على صعيد الليالي ضربات تشدها ضربات، ورصاصا يجول ضربا وقصفا، وتلاشى النحيب والزفرات. دير ياسين ما نسينا دمانا، في حمانا تدوسها النظرات. دير ياسين
ما نسينا عظاما نسفتها الرياح والهبوات، جرحتنا مخالب الدهر يوما وتلاقى على ربان الغزاة، واعتمدنا على سوانا زمانا وألهتنا الدموع والحسرات، غير أن قد انتفضنا وثرنا ثورة لا تردها الفتكات. نحن شعب قد صلبته المآسي، صهرته الآلام والنكبات، نسكن النار لا نبالي لظاها، زادنا العزم والإبا والثبات، نتلقى الشهيد عزا ونصرا والضحايا تبدعهم الحفلات، ونغني للموت بل ونراه في سبيل الحياة هي الحياة، ونغني حتى الجراح تغني في الجماهير تكمن المعجزات. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، قدمنا لكم شيئا عن نشأة الشعر الموريتاني الفصيح وفنونه، نقده ودراسته. قدمها الدكتور فريد، له الشكر والتحية. ولكم التحية المماثلة أعزائي المشاهدين لقناة سلام الإعلامية المباركة. سأتوقف هنا، ولكن لا بد أن نقول قوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. وأيضا قول الشاعر العربي: الفحل المجيد، الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. كنتم مع برنامج مع اللغة العربية، من إعداد وتقديم محدثكم أحمد شريف. ألتقيكم بحوله تعالى في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.